أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. شاهد الزراعة تعلن سبب جنون سعر الطماطم وموعد التراجع بعد موجة الارتفاع. شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية تقلبات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض، مما أثار جدلا وقلقا بين المواطنين نظرا لأهميتها كسلعة أساسية في حياة الأسرة اليومية. فقد ارتفعت أسعار الطماطم بشكل كبير بنهاية شهر رمضان لتصل إلى 50 ل 60 جنيه للكيلو، ثم انخفضت بشكل واضح بعد عيد الفطر إلى حدود 20 ل 25 جنيه، قبل أن تبدأ بالارتفاع مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية. وفي هذا السياق أوضح الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الزيادة المؤقتة في أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية حدثت نتيجة الفجوة الزمنية بين انتهاء العروة الشتوية وبداية الإنتاج الصيفي، إلى جانب ارتفاع الطلب المتزايد على الطماطم خلال شهر رمضان. ومع ذلك أكد جاد أن هذه الزيادة كانت ظرفية واستمرت أياما قليلة فقط. ومن جانب آخر أشاد جاد إلى أن سعر الطماطم بدأ بالتراجع بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، حيث بلغت مستوى يتراوح بين 20 و 30 جنيه، مبينا أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال النصف الثاني من إبريل لتقترب مستواها الطبيعي، وربما تصل إلى حدود 10 جنيهات للكيلو نتيجة زيادة كميات المحصول المعروض في الأسواق. وعند الحديث عن وضع محصول الطماطم هذا الموسم، طمأن جاد المواطنين على وفرة المحصول، مؤكدا أن الإنتاج كافي لتغطية احتياجات السوق بشكل كامل. وبين أن التغيرات المناخية التي شهدت فترات من الحرارة والبرودة لم تؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية بشكل عام، إذ يسير محصول القمح بصورة جيدة، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج هذا العام مماثلا أو أفضل مقارنة بالعام الماضي. أما بخصوص مستقبل الأسعار، أشار لتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القادمة مع طرح إنتاج العروات الصيفية الجديدة في الأسواق بحلول منتصف مايو، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاضها بشكل أكبر بفضل زيادة المعروض. كما لفت جاد إلى أن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة وظهور أنواع جديدة من الشتلات المهيئة لمقاومة التغيرات المناخية يساهم في تخفيف الفجوات الإنتاجية ودعم استقرار السوق على المدى المتوسط. وبالنسبة لمدخلات الإنتاج، فقد أوضح أن أسعار الأسمدة لا تزال مرتفعة بسبب بعض الاضطرابات، إلا أن الدولة تستمر في توفير الأسمدة المدعمة التي تساهم في تخفيف الأعباء على المزارعين ودعم استقرار الأسواق على مدار العام. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.